مرتضى منصور وتصريحاته عن صفقات الزمالك الجديدة والمنتظرة. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق تحدث عن صفقات نادي الزمالك المنتظرة والجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي تأتي تدعيما لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد. مرتضى منصور عبر تصريحاته الأخيرة أكد أن إدارة الزمالك أنهت بالفعل الاتفاق مع 3 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. وأوضح مرتضى منصور في تصريحاته إن هذا الأمر يتوقف الآن على وجود فلوس في خزينة الزمالك، وبمجرد وصول أي أموال لخزينة النادي سيتم إنهاء إجراءات ضم هؤلاء اللاعبين والإعلان عن ضمهم بصورة رسمية للقلعة البيضاء. كما أكد مرتضى منصور والحديث على لسانه إنه على الرغم من ابتعاده عن المشهد في نادي الزمالك إلا إنه بيحب نادي الزمالك وبيساعد بدون النظر إلى الكرسي. نادي الزمالك وكما تعلمون موقوف من القيد بسبب قضية نادي سبورتنج لشبونة وبسبب قضية مستحقات اللاعب الغاني مهاجم الزمالك السابق إتشمبونج.